بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. هنعمل مع بعض النهاردة أسهل تورتية ممكن تعمليها. يعني ممكن تعمليها في ثواني، مش هتاخد منك أي وقت ولا أي مجهود. تعمليها لبنوتك في أي وقت زي ما انتوا شايفيها معايا كده في الصورة. وهبدأ أدخل معاكم عشان نعملها سوا مع بعض. زي ما انتوا شايفين أنا معايا كريم شانتيه. دي كوباية كريم شانتيه. هبدأ أنزل عليها بكوباية لبن متلج. طبعا أنا محطيتش الكوباية كلها، أنا حطيت حوالي كوباية إلا ربع عشان لو احتاجت مني تاني أزودها. كده خلاص عملت الكريم شانتيه. ودي الكيكايه، اي كيكايه موجوده عندك او اي كيكايه انت بتحبي تعمليها في البيت. زي ما انتم شايفين ممكن تخلي بنوتك تساعدك كمان، اللي هي صاحبه التورتايه. زي ما انتم شايفينها هي بتعمل معايا. كده خلاص انا فرفدت الكيكايه خالص ونزلت عليها بشويه سوداني. حابه ما تنزليش بالسوداني ما تنزليش، بس السوداني ده عشان يديكي قرمشه وانت بتاكليها. كده خلاص عملتها. هبدا انزل عليها بحوالي معلقتين لبن. دول لبن عادي عشان تطريها معاكي. وهبدا انزل عليها بالكريم شانتيه اللي احنا ضربناه مع بعض. طبعا هي مش هتتعمل طبقات، فاحنا هنحط عليها الكريم شانتيه. زي ما قلت لك في الاول دي اسهل تورتيه ممكن تعمليها. مش لسه بقى هنستنى نعمل طبقات ونعمل حاجات وكده. كده خلاص انا قلبت عليها الكريم شانتيه. طبعا دي كيكايه سهله خالص، الكيكايه اليوميه اللي انت بتعمليها في البيت. هتجيبي بقى بلاستيكه او علبه حسب الشكل اللي انت عايزه تعمليه. الشكل اللي انت عايزاه يطلع معاكي هتجيبي العلبه اللي شبهه كده. انا جبت علبه وغلفتها بكيس نظيف عشان تبقى سهله معاكي وانت بتطلعيها. كده انا بفرد الكيس جواها عشان لما اقلبها تطلع معاكي بكل سهوله. هبدأ انزل بقى بالخليط بتاع الكيكة. طبعا دي كيكاية عادية مش كيكاية سبونج. كده خلاص نزلت بكل الخليط. هبدأ اضغط عليه ضغطة خفيفة، ما ضغطيش عليه جامد عشان ما يعجنش معاكي. يا دوبك تضغطي عليه ضغطة اللي هو يتماسك معاكي، بس اما تقلبيه يبقى متماسك. طبعا احنا اكترنا بيعمل السبونج وما بيظبطش معاه. فانت حابه تعملي تورتيه بسيطه لبنوتك في البيت، هتعمليها مش هتاخد منك اي وقت، وهتعمليها بالكيكه العاديه اللي انت بتستعمليها، اللي هي العاديه خالص اللي هي بتاعه الشاي. زي ما انت شايف كده ضغطت عليها. هبدأ بقى احطها في التلاجة وابدأ بقى اجهز بقية الخليط معاكم. زي ما انتم شايفين انا معايا كوباية كريم شانتيه. طبعا الكريم شانتيه اللي معايا ده خام. هنزل عليه بكوباية الا ربع سكر، او السكر ده حسب انت بتحب التحلية ايه. وهبدأ انزل عليه بكوباية لبن مثلج. زي ما انتم شايفين التلج جوه اللبن. هنبدأ بقى نضرب الخليط ده كله بالمضرب. كده خلاص الخليط بعد ما ضربته ادانا فوم زي ما انتم شايفين كده، وبقى تقيل معانا. واداك رقم يديك العقر في الديك ده تعرف على طول اللي هو طلع معاك مظبوط. احنا مش عايزينه خفيف عشان هنزوق بيه. هنبدأ بقى ننزل عليه بنقطة لون جل أحمر، نقطة أو نقطتين حسب اللون اللي انت عايزاه. كده نزلت عليه بثلاث نقط وهبدأ أقلب، ولو احتاج لون تاني هحط له. طبعا لون الجل ده بتجيبيه من عند أي مستلزمات حلواني أو من عند أي عطار، تسألي عليه وبتجيبي منه الإزازة دي. كده خلاص اللون ده أنا حباه كده، مش حباه أتقل من كده. هبدأ بقى أطلع الكيكاية بتاعتنا من التلاجة بعد ما سقعت معانا حوالي ساعة. حابة تقلبها بقى على صينية على أي حاجة موجودة عندي. طبعا لقيت البوله التانية مفروده شويه مش هتديني شكل الفستان، فقمت نقلتها في بوله زي ما انتم شايفين كده. وده شكلها بعد ما طلعت معايا من التلاجة. هبدأ بقى اغلفها بكريم شانتيه.
حاولي تغلفيها، لان طبعا احنا مش حاشيينها، يا دوبك كان حطينا كريم شانتيه على الكيكه، وهنبدا بقى برضو نغلفها كده تغليفه بسيطه، لان لسه هنعمل الفستان بتاعها برضو زي ما انتم شايفين، زي ما شفتوها معايا في الاول. كده ببدا اغلفها بسيط باي سباتيولا، اي معلقه موجوده عندك استعمليها. طبعا مفيش اسهل من كده تورتايه. كده خلاص انا غلفتها. طبعا احنا كنا حاطين الكريم شانتيه ده في التلاجة على ما نخلص التغليف. هنبدا بقى نعبيه في القمع اللي هنزوق بيه. طبعا هتحط القمع في كوبايه، في كوز، اي حاجه موجوده عندك عشان تعرفي تفضي فيه. كده بقى هبدا انزل بالكريمه. زي ما انتم شايفين كده بعبي كميه الكريمه على قد ما على قد ما تقدري تتحكمي في الكيس. طبعا بخله، وبحاول ارسم الفستان عشان اللون ده هخليه لون مختلف. طبعا انا مش حلواني ولا حاجه، احنا ستات بيوت كده بنجتهد عشان نفرح اولادنا بابسط حاجه. زي ما انتوا عارفين الاسعار بره بقت نار. كده خلاص بدات ازوقها باللون البينك اللي انتوا شايفينه. طبعا دي البلبله الصغيره اللي شبه بلح الشام، اللي بتبقى مع القمع برضو. تبداي تعملي بقى الفستانات اللي زي ما انت شايفاها كده. طبعا ده في الاخر هيطلع معاك الفستان. طبعا هحطها على علبه تحت عشان اعرف الفها. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا قلبه البلاستيكه وحطها عليها عشان تعرفي تلفيها وتعرفي تزوقها من جميع الجوانب. وده شكلها بعد ما خلاص زوقتها. طبعا لو في حتت ما فيهاش هتزودي. زي ما انتم شايفين كده انا ببص عليها عشان لو لقيت اي حتت تانية من الكريمه البيضه باينه هتبداي تغطيها. زي ما انتم شايفين التزيين بتاعها سهل خالص. التزيين بتاعها في منتهى السهوله، وفي الاخر بيديكي نتيجه ما كنتش تتوقعيها. هنبدا بقى نكمل الفستان من فوق. ولو حد شافها عندك مش هيصدق اللي انت عاملاها في البيت. كده بقى هنبدا ناخد شويه من الابيض عشان نكمل الفستان زي ما انتم شايفين كده. طبعا هتجيب العروسه دي بتشتريها، هتشتريها بقى من بره، تبقى تبداي تحطها في نص الكيكايه. زي ما انتم شايفين كده انا ثبتها وثبتت معاك بكل سهوله. هنبدا بقى نزوق الفستان بالابيض من قدام، واتفرجي بقى على منظر التورتيه دي في الاخر. كده بقى بنبدا نكمل الفستانات بالابيض عشان نكمل منظر الفستان. طبعا مش هنسيبها عريانه كده، احنا برضو هنعملها بالكريم شانتيه. زي ما انتم شايفين كل اللي استعملناه فيها الكريم شانتيه والكيكه العاديه اللي احنا بنعملها للبيت، اللي احنا بنعملها عاديه في البيت خلاص ناكلها مع الشاي. تبداي بقى تغطي جسمها وتبداي ترسمي لها بقى الفستان. زي ما انتم شايفين شكلها معايا، واحلى تورتايه عملتيها في البيت، ومن مقادير سهله وبسيطه خالص. طبعا ده الملبس اللي بنجمع من عند العطار، موجود عندك وحابه تحطي منه ماشي، مش حابه تحطيه خلاص. يعني لو مش موجود عندك وحابه تحطيه ما تحطيش. زي ما انتم شايفين العروسه اساسا في منتهى الجمال، مش محتاجه حاجه.
بس انا بدأت احطه كده عشان يدينا منظر كمان، اللي هو اللون الفضي اللي احنا بنستعمله في الغريبة. طبعا انا بدأت ارش عليها كده عشوائي، وزي ما انتم شايفينها طلعت معانا شكلها عامل ازاي. ويا رب الطريقة دي تكون سهلة وبسيطة وتجربوها وتفرحوا بيها اولادكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده فطاير الشوكولاته المقليه. زي ما انتم شايفينها معانا طالعه مقرمشه من بره وطريه وهشه من جوه، وعاملينها بحاجه ممكن كلنا نكون بنرميه. اول حاجه ده معايا كوبايه شيرش، اللي هو الشيرش بتاع الجبنه التلاجة اللي احنا عاملينها مع بعض قبل كده. طبعا احنا بنرميش، انا كنت عملت الجبنه وشيلته في التلاجة. بتستعمليه في اي معجنات، ما اشترطش المعجنات دي، ممكن تعملي بيه قرص، ممكن تعملي بيه بيتزا، ممكن تستعمليه في اي حاجه. كده ده الشيرش معايا زي ما انتم شايفين، انا بوريهولكم بتاع الجبنه التلاجة اللي عملناها برضو مع بعض قبل كده. هنزل بقطعه خميره، طبعا انا بقلب كده عشان افكك قطعه الخميره، وهنزل عليها بنص كوبايه سكر. طبعا احنا بنقلب لحد ما ندوب معانا السكر والخميره، تاكدوا ان هما دابوا. كل ما بننزل مكون بندوبه عشان نتاكد اللي هو دام معانا، عشان اما نعجن يبقى معناش تكتلات من اي حاجه. كده خلاص انا دوبت كله. هبدا انزل عليها ببطيء، وهنزل عليها بربع معلقه صغيره فانيليا، وهننزل عليها كمان بمعلقه خل، طبعا عشان اللي ما بيحبش ريحه البيض، مع ان احنا نازلين بفانيليا، وهننزل بخل كمان، منه هيضيع ريحه البيض ومنه هيخلي العجينه معانا هشه ومفتحه. كده احنا بندوب البيض، كده بنتاكد البيض خلاص اتفكك معانا والسكر داب والخميره دابت، وهنبدا بقى ننزل بالدقيق. طبعا احنا هننزل بالدقيق واحده واحده لحد العجينه ما تاخد معانا، ونزلت عليه بنص معلقه صغيره ملح. طبعا حتى لو عامله العجينه برضو حلويات لازم عليها تنزلي عليها برشه الملح دي. طبعا العجينه لسه سايله، فهنزود شويه دقيق. زي ما انتم شايفين انا بزود الدقيق واحده واحده، عشان مش عايزين نقعد نزود دقيق ونرجع تاني نزود ميه وكده. كده خلاص العجينه بدات تلم معايا كده على القوام اللي انا عايزاه، مش عايزاها ناشفه جامد ومش عايزاها طريه لدرجه اللي هي تلزق. هبدا انزل عليها بنص كوبايه سمنه، هبدا اعجن لحد العجينه ما تشرب الماده الدهنيه كلها. زي ما انتم شايفين كل ما بعجن كل عجينه بتشرب الماده الدهنيه، وكمان بتنضف معايا من البلاستيك اللي انت بتعجني فيه. زي ما انتم شايفين في العجينه في ايدي طريه.
بس الطريقه مش لدرجه اللي هي تلزق. كده خلاص اتاكدت ان العجينه الحمد لله شربت الماده الدهنيه بتاعتها كلها. هبدا بقى اغطيها واسيبها تخمر. طبعا على ما تكون خمرت هنكون عملنا مع بعض الكاستر اللي هنحشي بيه. بس انا عملت الكاستر اللي احنا بنشتريه الجاهز، اللي هي كوبايه لبن عليها معلقه كاستر عليها معلقتين سكر. كل ده هيغلى على النار وتسيبيه لحد ما يبرد. معلش لان المقطع اللي انا كنت عامله فيه ما سجلش. كده هتبداي تقطعيها كور قد القرصه، بس القرصه الصغيره. هتشكلوا كل الكميه بنفس الطريقه. حاولي تخلي التقطيعه كلها قد بعضها على قد ما تقدري يعني. هو مش ضروري، بس عشان يطلع معاك الشكل في الاخر جميل، يطلعوا كلك شبه بعض. كده خلاص انا خلصت الكميه. زي ما انتم شايفين الكاستر انا كنت حاطه على وشه كيس بلاستيك عشان ما يعملش قشره معانا. والنوتيلا دي احنا كنا عاملينها مع بعض قبل كده على القناه، اللي عايزها هيلاقيها على القناه باذن الله. هنبدا نفتح ونحشي بقى. طبعا زي ما قلت لكم في الاول الكاستر ده كوبايه لبن عليها معلقه كبيره بودره الكاستر اللي هو الجاهز، اللي هو البراطيم اللي احنا بنشتريه جاهز، عليها معلقتين سكر. كل ده هترفعيه على النار لحد ما يديك القوام اللي انت شايفاه ده. هتروحي مغطياه بكيس وسيبها لحد ما يبرد، بس ضروري تغطيه عشان ما يعملش معاكي طبقه على الوش ناشفه. زي ما انتم شايفين كده انا حشيت الاولانيه بتفتحيها فتحه. انا هعمل معاكم واحده تانية عشان اللي ما خدش باله من دي، وبتبطها حاجات بسيطه كده. وزي ما قلت لكم النوتيلا دي احنا عاملينها مع بعض قبل كده على القناه. تبداي تفتحي فتحه زي ما انا بفتح كده. وهتنزلي بالحشوه اللي انت عايزه تعمليها. انت لو ممكن ما عندكيش النوتيلا ممكن تحشيها مربى، ممكن تحشي كاستر بس. وحاولي ما تزوديش الحشو. كده خلاص انا بحاول اقفلها. انت يا دوبك بتبطيها بطه بسيطه خالص زي ما تكوني بتحشي الكحكايه. هبدا برضو اعمل معاكم 2 كاستر. طبعا انا قلت لكم الكاستر ده بنعمله ازاي. طبعا الكاستر الجاهز كلنا عارفين هو بيتعمل ازاي. هنبدا بقى نقفلها. وتاكدي ان انت بتقفليها كويس عشان ما يطلعش معاكي وانت بتحمري. زي ما انتم شايفين انا بحطها بطه بسيطه خالص. طبعا برضو هنعمل كل الكميه بنفس الطريقه. انا بوريكم برضو تاني. وزي ما قلت لك حشو، حاولي ما تكتريش في الحشو عشان ما تطلعش منك. طبعا عشان العجينه طريه معانا بتعرفي تتحكمي فيها وتقفليها وتلفيها براحتك. كده خلاص عملتها. اهي يا دوبك بطه بسيطه. هنخلص بقى كل الكميه بنفس الطريقه. دي الكميه كلها بعد ما خلصت. طبعا احنا رشها رشه خفيفه خالص دقيق في الصينيه عشان ما تلزقش. طبعا سيبناها حوالي نص ساعه خمرت. انا بوريكم شكلها اهي معايا بعد ما خمرت. طبعا معايا ميه ومعايا عيش فينو. ده العيش الفينو اللي احنا طحنينه في البيت، اي عيش فينو موجود عندك اطحنيه. ومعانا زيت سخن، بس طبعا الزيت مش سخن جامد عشان ما يحرقش العيش ما يحرقش الفطاير معانا من بره وتبقى طريه من جوه.
عايزينه سخن هادي عشان تستوي معانا كده. طبعا انا بعصها في الميه عشان تاخد معايا البقسماط او الكريسب اللي احنا هنحمر بيه. كده بتاكدي ان هي اتغلفت معاكي من جميع الجوانب. هبدا احطها في الزيت السخن، بس مش سخن جامد عشان لو السخن عالي هيحرقها معاكي ومش هتستوي. طبعا احنا بنعصها ميه عشان تعرف تاخد معاكي من الفتات بتاع اللي انت هتحمري بيه، اللي هو البقسماط اللي هو بتاع العيش المطحون. طبعا مفيش فطاير اسهل من دي. حتى عشان لو انت في المصيف او في اي مكان وما عندكيش فرن، او لو ما عندكيش فرن ممكن تعملي كده على طول، حاجه حلوه وتعتبر هي قريبه من الدونات شويه. كده انا بتاكد ان هي اتغلفت. وهنبدا نحمرها. زي ما انتم شايفين هي بتاخد معانا اللون الذهبي. انت بتقلبيها على نار متوسطه عشان ما يطلعش معاكي قلبها عجين من جوه. زي ما انتم شايفين انا بقلبها على جميع الاتجاهات عشان طبعا دي في الاول وفي الاخر ده عجين وعايزينه يستوي. طبعا الزيت معانا لو كان سخن جامد كان زمانها اخدت اللون من بره او اتحرقت معانا وهي لسه طريه من جوه. كده بقى هنطلعها جنبنا وهنبدأ بقى نكمل بقية الكمية. برضو بنعص في المية ونطلع على الفينو اللي احنا عاملينه. فينو، توست، بقسماط، اللي موجود عندك، بس المهم ما يكونش فيه بهارات او متملح عشان طبعا دي حاجة حلوة. ويا ريت وانت بتمسكيها تخلي بالك عشان التخمير بتاعها ما يطلعش معاكي. ودي شكلها بعد ما عملناه. طبعا بقى انت بتبقي عارفة الكاستر اهنين وعارفة الشوكولاتة اهنين، وانت بتحشي بتحطي ده في جنب وده في جنب. زي ما بوريكم هي من بره كريسبي خالص ومن جوه مستويه معانا. طبعا احنا لو كنا معليين عليها النار ما كانتش طلعت معانا هشه زي ما انتم شايفين كده، كنت لقيتيها عجين من جوه. طبعا دي اللي احنا حشينها شوكولاته، ودي اللي احنا حشينها الكاستر. طبعا انت ممكن تحط عليها اي صوص انت بتحبيه، صوص شوكولاته، صوص فراوله، صوص كراميل. ممكن ترش عليها سكر بودره، ممكن وهي سخنه تحطيها في سكر بودره وقرفه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده حلو سهل وبسيط خالص ومش مكلف معانا. اول حاجه معايا كوبايه ميه هنزل عليها بمعلقه نشا كبيره، وهبدا انزل عليها بكيس فروتي اللي هو التوت او اي نوع انت بتفضليه، وهنزل عليها برضو بمعلقه سكر كبيره. ممكن تزودوا السكر حسب ما انت حابب.
دي معلقه سكر كبيره. طبعا لسه ما ولعتش النار، لان طبعا انتوا عارفين النشا لازم يتقلب على البارد. كده هبدا اقلب الخليط وابدا اولع عليه النار. كده انا ولعت النار زي ما انتوا شايفين، الخليط بدا يتقل معايا. طبعا زي ما قلت لكم الحلو ده مش هيكلفكم حاجه، وفي الاخر هتشوفوا النتيجه باذن الله هتعجبكم. طبعا انتوا عارفين لازم اي حاجه فيها نشا لازم نتاكد منها، ونفضل نقلب فيها كده عشان ما تعملش معانا تكتلات. زي ما انتوا شايفين السمك بتاعه، انا عايزونه يكون سمكه متوسط، لا تقيل جامد ولا خفيف، عشان انتوا عارفين النشا لما بيبقى تقيل جامد لو حطيتوه في التلاجة هيبدا ينشف ويشقق معاكم. زي ما انتوا شايفين احنا سيبناها لما غلى وطلع معانا الفقاعات اللي انتوا شايفينها دي عشان تتاكدوا ان مفيش طعم النشا. طب هتجيبوا اي صينيه تعجبكم، اي صينيه موجوده عندك وحابه تقدمي فيها، هنحط فيها كيس بلاستيك زي ما انتوا شايفين كده عشان لما نيجي نقلبها تبقى سهله معانا. هبدا انزل بالخليط اللي هو التوت مع النشا مع السكر. هبدا انزل بالكميه زي ما انتوا شايفينها معايا كده. طبعا ده هيبقى حلو صيفي في منتهى الجمال. كده هنبدا نفرده عشان نتاكد ان هو كله سوا واحد. برضو نفس اللي عملناه، معانا كوبايه ميه، وهنزل بمعلقه نشا كبيره، وبرضو نفس الحكايه معلقه سكر، او زي ما قلت لكم برضو حابين تزودوا سكر عن كده زودوا، وكيس فروت برتقال. هنقلبه وبعد كده نولع عليه النار. اوعى تحط النشا على حاجه سخنه، لان لو حطيها على حاجه سخنه هيكتل معاك ومهما تعملي فيه مش هيفك. كده خلاص غلى معانا، زي ما انتم شايفين كده الخليط خلاص غلى. هنبدا نفضيه على الخليط التاني اللي احنا كنا عاملينه بالتوت. طبعا احنا ما حطيناش في التلاجة، احنا سيبناه جنبنا برد شويه على ما كنا عملنا اللي هو بالبرتقال. زي ما انتم شايفين كده هنفضيه وهنبدا نسويه على الوش. كده خلاص ابدأي افرديه، وتأكدي ان انت بتسويه معاكي عشان يطلع كله طبقات متساويه. كده برضو هنعمل التفاح نفس برضو اللي عملناه، كوبايه ميه وباكو فروت تفاح ومعلقه كبيره سكر ومعلقه كبيره نشا. طبعا انا ما عملتوش معاكم لان طبعا هتعملي نفس اللي احنا عملناه في البرتقال وفي التوت عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنبدا برضو ننزل بيه على البرتقال. انتوا طبعا عارفين ان النشا بيمسك معانا بسرعه، فطبعا احنا بنسيبه جنبنا على ما نكون عملنا التاني بيكون شد معانا، تقومي تنزلي بالخليط التاني عليه. برضو هنبدا نسويه وهنستنى بقى اما يهدى شويه، ونبدا بقى نحطه في التلاجة. بتحطيه في التلاجة مش في الفريزر. طبعا انا عملت منه بولات زي ما انتم شايفين كده، بولات مختلطه وبولات ساده، هوريها لكم برضو وقت وهتشوفوه. ده كده خلاص بعد ما طلع معانا من التلاجة. طبعا احنا عشان حاطين كيس هيطلع معاكم بكل سهوله. زي ما انتم شايفين كده انا برفع الكيس بالراحه وبتبداي تسلكيه بالراحه، ومن غير ما تسلكيه برضو هيطلع معاكم بكل سهوله عشان الكيس اللي انت حطاه. طبعا ده بعد ساعتين ما كان في التلاجة. هنبدا نقلبه. هنبدأ بقى نرفع الصينية بالكيس زي ما انتم شايفين كده، الكيس ساعدنا اللي هي طلعت معانا بكل سهولة. طبعا انتم شايفين الطبقات قدامكم. اللي هيشوفها عندك هيفكر كأنك عاملاها حلو غالي، وهو ما كلفناش حاجة. هو يا دوبك 3 اكياس فروت هتجيبيهم من اي سوبر ماركت جنب. زي ما انتم شايفين بيتقطع معانا وبيطلع معانا قطع.
يعتبر قريب خالص من الجيلي. بس طبعا عارفين الجيلي مش هيدينا الكميه دي كلها. طبعا انا عملت بولات مستقله لوحدها زي ما انتم شايفينها كده. في بولات انا عملتها لونين، وفي بولات انا عملتها لون نوع واحد بس، حسب انت عارفه اللي عندك بيحبوا ايه. ده انا عملته برتقان مع توت. طبعا حسب اولادك ما بيحبوا ايه وبيفضلوا ايه، او هم عايزين تشكيله مع بعض ايه. طبعا البولات دي انا قبل ما احط فيها دهنتها بالزيت، بتمسحيها دهنه بسيطه بالزيت بفرشه او بمنديل. وزي ما انتم شايفين كده انا عملت بولات برضو تاني، بولات ازاز زي ما انتم شايفينها كده. طبعا دي ممكن تقدمها للفرد لوحده. وطبعا عملت توت اللي عايز توت، وعملت برتقال اللي عايز برتقال بس، واللي عايز توت بس. طبعا زي ما انتم عارفين كل واحد بيحب ايه وبيفضل ايه. وطبعا غير الاشكال اللي احنا عاملينها التانية اللي هي الصينيه اللي كنا عاملينها، القارب اللي كنا عاملينه مع بعض. زي ما انتم شايفين بيتهز معانا كأنك عاملاه بالجيلي بالظبط، وبطريقه سهله وبسيطه خالص. هو شكله كده مبهج لوحده. والتانية اللي بقلبها دي انا كنت عاملاها توت بس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده كيكه الكاستر البارده زي ما انتم شايفينها معايا كده. انا بوريكم شكلها وهنبدا ندخل على التحضير دلوقتي، وهوريكم هنعملها ازاي. تطلع معاكم في منتهى الجمال زي ما انت شايفاها كده متماسك. زي ما انتم شايفين معايا كده. اول حاجه معايا لبن، دول كوبايتين لبن، ودي الكوبايه التالتة. زي ما انتم شايفين كوبايات بنفس الكوبايه. طبعا احنا لسه مولعناش النار. هبدا انزل ببيضه عليها رشه فانيليا، وهبدا انزل بحوالي 4 معالق سكر، او السكر زي ما بقول لكم حسب ما انت بتحبي. طبعا دول 3 كوبايات لبن كبار، هنزل عليهم ب4 معالق سكر زي ما انتم شفتوا كده، وهنزل عليهم بمعلقتين نشا. دول يعتبروا معلقتين نشا كبار، بس انا طبعا عشان بفضي شويه بشويه. وبدات نزلت عليهم بمعلقه كاستر كبير. طبعا ما تنسوش اللي احنا نزلنا عليها ببيضه وعليها رشه فانيليا. هنبدا نقلب الخليط ده كله على البارد لحد ما نتاكد ان النشا والسكر دم معانا كده. خلاص بعد ما دم معانا ولعنا عليه النار. زي ما انتم شايفين كده بدا يتماسك معانا وبدا يغلي. زي ما بقول لكم كل مره لازم يدينا الفقاعات دي. طبعا اي نوع بسكوت ساده موجود عندك، النوع اللي موجود عندك استعمليه. زي ما انتم شايفين كده هبدا ارص بسكوت ساده
في قاع الصينيه عشان لما تقلبيها يبان معاكي. وزي ما قلت لك اي نوع بسكوت موجود عندك. انت هتشوفين دلوقتي انا هستعمل نوعين بسكوت. هبدا تكسريه نص تكسيره، ما تحاوليش تفتفتيه. طبعا الخليط لسه معانا سخن. وجبت نوع تاني برضو بسكوت زي ما انتم شايفين، ده مستطيل اهو، برضو تكسيره خشنه. هنبدا نقلب ده جوه الخليط. زي ما انتم شايفين الخليط لسه بيطلع دخان معايا زي ما انتم شايفينه قدامكم. هنبدا بقى ننزل بيه على الصينيه. وما تنسوش الصينيه انا كنت دهناها زيت عشان لما تيجي تقلبيه يتقلب معاكي بكل سهوله. هتبداي تفضي الخليط وهو سخن زي ما انت شايفه كده. حاولي تفضيه بالراحه عشان البسكوت اللي انت رصاه في الصينيه من تحت ما يطلعش معاكي، ويديكي منظر جميل لما تقلبيه. كده خلاص انا فضيت كل الكميه وسويت الصينيه زي ما انتم شايفينها كده. هسيبها تبرد بقى وهدخلها في التلاجة. وبعد ما تطلع من التلاجة هقلبها معاكم واوريها لكم. دي خلاص بعد ما طلعت معايا من التلاجة وبردت زي ما انتم شايفين عشان انا كنت دهناها زيت، بتطلع معاكي بكل سهوله. يا دوبك انت بتعمليها بالراحه كده من الاحراج بتطلع معاكي على طول، ما بتاخدش اي وقت. هتبداي برضو تفرغيها من النص زي ما انتم شايفينها كده. طبعا دي حاجه حلوه وسهله وبسيطه خالص، ممكن تقومي تعمليها على طول لو انت نفسك في اي حاجه حلوه. كده خلاص اتاكدت ان هي خلاص استلكت من الصينيه. هبدا اقلب. طبعا عشان كنا دهنين الصينيه زيت طلعت معانا بكل سهوله زي ما انتم شايفينها كده. طبعا انت حابه تزوقيها باي حاجه ماشي، مش حابه تزوقيها وحابه تقدميها كده برضو براحتك، شكلها جميل. بس انا كان عندي شويه فرماسيه فحطيتهم على الوش. ممكن تزوديها ببشر شوكولاته، بفرماسيه زي ما عملتها كده. اي حاجه بجوزة الهند، اي حاجه انت بتحبي تزوقي بيها زوقيه. وزي ما قلت لك هي مش محتاجه تزويقه، هي شكلها جميل لوحدها كده. بس طبعا دول كانوا موجودين عندي فقلت احطها. هبدا اقطعها زي ما انتوا شايفين وهتطلع معاكي القطع زي ما انت شايفاها. طبعا انا بتاكد ان هي اتقطعت كويس عشان تطلع معاكي بكل سهوله. كده خلاص انا قطعتها وهبدا اشيلها زي ما انتوا شايفين. هتشيليها بقى وتقدميها في الاطباق. طبعا البسكوت عشان احنا ما حطيناهاش وهي سخنه جامد، ما حطيناهوش على النار، يعني انا حطيناه وهو سخن بس ما كانتش على النار. فالبسكوت هتحسي بقرمشه فيه برضه، مش هيبقى طري معاكي عجين خالص. حتى انت هتشوف المنظر طالع معاكي مش معج. هتلاقي البسكوته ناشفه معاكي من النص زي ما انت شايفاها كده، عشان تبقى الكريمه بتاعت الكاستر طريه معاكي مع قرمشه البسكوت. هيديكي طعم في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفينها كده. وهبدا اقطعها معاكم بالمعلقه زي ما انتوا شايفينها، طالعه معانا كريميه وفي منتهى الجمال. دي تعتبر كيكه بارده هتعملها مش هتاخد منك وقت، يعني كل الحكايه مش هتاخد منك 10 دقايق في تحضيرها، ويا دوبك تحطها في التلاجة تسقع. وكده تبقى عملت احلى كيكه بارده وما خدتش منك مجهود ولا حاجه وهتقدميها في ثواني. ويا رب الطريقه دي تكون سهله وبسيطه وتجربوها وتدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده حلال يوستفند. زي ما انتم شايفين ده منظره، وهنبدا نعمله مع بعض دلوقتي واحده واحده. زي ما انتم شايفين معايا يوستفندي، معايا حوالي 3 وحدات او حسب الكميه اللي انت عايزاها. الكميه دي هتعمل معايا شويه كويسين زي ما شفتوهم في الاول. زي ما انتم شايفين معايا 3 سفنديات
هبدأ افتحه عشان اطلع منهم البذر اللي جواه والحاجات البيضة اللي جواه عشان ما تمررش معاكي. حاولي تخلصي من كل الابيض اللي في اليوستفندي عشان ما يمررش معاكي اما تضربيه في الخلاط، لان البذر والحاجات البيضة دي هتخليه يبقى مر. زي ما انتم شايفين بدأت اتخلص منه كله وهبدأ اضربه في الخلاط. انا مش هزوده ميه ولا هزوده اي حاجة خالص. زي ما انتم عارفين اليوستفندي فيه كمية ميه كتير. كده خلاص ضربته. هبدأ اصفيه. هتصفيه بمصفى ضيقة عشان لو في اي حاجة انت ما طلعتهاش وانت بتطلعيه وانت بتنضفيه تطلع معاكي في المصفى. بس حاولي ما تخليش لا فيه بذر ولا حاجات عشان ما يبقاش طعمه مر. كده خلاص هبدأ اصفيه بمصفى ضيقة. زي ما انتم شايفين طلع معايا الشوايب اللي انتم شايفينها دي. ده اداني حوالي كوبايه ونص عصير يوستفندي. هنزل عليها بمعلقتين كبار سكر او حسب ما انت بتحب السكر، وهنزل عليها بمعلقه ونص كاستر زي ما انتم شايفينها كده. كل ده انا بقلبه على البارد عشان انت لو حطيت عليه كاستر وهو سخن هيعمل معاكوا كتل. وكده برضو معايا كوبايتين حليب هعمل بيهم الكريمه البيضه. هنزل عليهم بمعلقتين نشا. زي ما انتم شايفين كل الحاجات دي على البارد برضو. وهبدا انزل عليه برضو زي ما انتم شايفين بنص فنجان سكر، او زي ما قلت لكم في الاول السكر ده حسب الرغبه. في ناس بتحبه مسكر، في ناس بتحبه معقول، بس هو المقدار ده بيخليه طالع معاكي معقول. انما لو بتحب السكر زياده زودها عن كده. هبدا ارفع كل الخليط على النار لحد ما يغلي زي ما انتم شايفين معايا كده ويديك البقبقه دي، تعرف اللي هو خلاص استوى معاكي. هركن ده برضو على جنب وهبدا اعمل اليوسفي. كده برضو هنحط عصير اليوستفند برضو على النار بعد ما حطينا عليه الكاستر والسكر وقلبناه كله. بتقلبيه على البارد وايدك فيه عشان ما يكملش كتل معاكي. كده خلاص بعد ما خلصناه هتجيبي قارب، هتجيبي صينيه، اي حاجه موجوده عندك. طبعا هدهنها دهنه زيت عشان ما يلزقش معاكي ما تعوزي تقلبيه. هتبداي بقى تنزلي فيها زي ما انت شايفه كده، تنزلي بقى عشوائي. انا هبدا بالخليط الاصفر اللي هو اليوستفندي. هتبداي توزعيه عشوائي عشان يطلع معاكي في الاخر منظر مربل. هنبدا بقى ننزل بالابيض. طبعا هتستعمليه وهو سخن عشان انت لو سبتيه لما برد هيمسك معاكي ومش هتعرفي توزعيه براحه. طبعا انت لو حابه تقدميه في صينيه، انا بقدمها في صينيه مستطيله اللي هي بتاعه الانجليش كيك. انت حابه تقدميه في صينيه مدوره، صينيه قلب، اي حاجه موجوده عندك. حابه تقدميه في بولات تبقى البوله مستقله، حسب ما انت حابه تقدميه قدميه. زي ما انتم شايفين كده انا بوسع عشوائي. هنبدا نعمل كده لحد ما نخلص الكميه كلها، وهوريه لكم برده بعد ما نخلص الكميه. زي ما انتم شايفين انت بتعملي بالاختلاف. كده خلاص خلصت الكميه. بتبداي بقى تقلبيه بظهر معلقه، بظهر سكينه، بخله، اي حاجه موجوده عندك. هتبداي تعملي فيه حركات زي دي كده عشان يطلع معاكي كله ايه، مموج من جوه او مجزع من جوه معاكي. هتبداي تخبطيه كام خبطه عشان لو في اي فراغات. كده خلاص احنا خلصناه. هبدا اسوي الوش، وهتبقى تغطيه بقى بكيس بلاستيك عشان وشه ما ينشفش معاكي في التلاجة. وتبداي تحطيه بقى في التلاجة عادي، في التلاجة مش في الفريزر. هيقعد معاكي ساعتين وهتلاقيه في منتهى الجمال ومسك معاكي زي ما انت شايفه كده. كده بعد انا ما طلعته من التلاجة بحوالي ساعتين، طبعا عشان كنا دهنين القالب زيت زي ما انتم شايفين اتحرك معايا بكل سهوله. وده شكله بعد ما طلع. طبعا انا كان فات شويه، عملتهم قوالب مستقله عشان اللي عايز يعمله قالب كله وتقطعي منه وتقدميه في اطباق براحتك. حابه تعمليه ببولات مستقله كل واحد البوله بتاعته او الطبق بتاعه لوحده برده براحتك. زي ما انتم شايفين الشكل طالع معاكم في منتهى الجمال. وهقطعه من جوه كمان وهوريكم شكل، واللي يشوفه يحسبه جيلي.
يعني انت ممكن تعمليه بديل الجيلي. وطبعا هو مغذي، طبعا احنا عارفين فوائد الاستفندي وفيه اللبن وفيه كل حاجه، ويعتبر كله حاجه طبيعيه من البيت، مفيش اي مواد حافظه. هبدا اقطع معاكم القالب زي ما انتم شايفين، القطع متماسكه معانا طبعا عشان سيبناها سوا شويه في التلاجة. شايفين المنظر بتاعه في منتهى الجمال من جوه ازاي. انت بقى لو هتعمليه في صينيه تقطعيه زي ما انا بقطعه كده قطع، وهتطلعي كل قطعه في طبق. شايفين شكله سبحان الله من جوه في منتهى الجمال. دي طبعا بقى البولات اللي احنا عملناها، طبعا حطيت واحده في الاول ابيض والتانيه حطيت في الاول اصفر. برضو هتدهنيها برضو بالزيت عشان تكون سهله معاكي وانت بتقلبيه. نفس الحاجات اللي احنا عملناها في الكبيره، وتقلبيهم في بعض عشان يديك النتيجه دي. شايفينها برضو من جوه، وزي ما انتم شايفين شكلها اللي يشوفها يعتبرها زي الجيلي. وطبعا احنا عارفين اولادنا كلها بتحب الاشكال وبتحب الالوان دي، واحنا برضو الكبار بنحبوا برضو الاشكال دي، لان العين بتاكل قبل البوق. وزي ما قلت لكم دي الاشكال اللي انتوا حابين تعملوها. حابه تعمليه مستقل زياده براحتك، حابه تعمليه قالب كله برضو وتقطعيه مع بعض براحتك. ويا رب الطريقه تكون سهله وبسيطه وتجربوها، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده تارت الكنافه. اول مره هنعمل مع بعض الكنافه بكريمه الشوكولاته. زي ما انتم شايفين طالعه معانا متماسكه وتعتبر نوع مختلف شويه. طبعا احنا بنقدم الكنافه بالمانجا وبالفراوله وكنافه بالكريمه، فقلنا المره دي نعملها بكريمه الشوكولاته. اول حاجه معايا كنافه متحمره، ممكن تحمريها في الفرن، تحط عليها السمنه وتحطها في الفرن تحمريها، مش هتاخد منك سمنه كتير. وممكن تحمريها على البوتاجاز، بس دي بتاخد سمنه كتير. او ممكن تحمريها في البوتاجاز تحت الشوايه من غير سمنه خالص. طبعا ده سكر عملناه شربات مع بعض. دول كوبايتين سكر، حطيت عليهم كوبايه ميه وعليهم عصره ليمونه. طبعا احنا بنفضي الشربات على الكنافه لحد ما نحس ان هي اتمسكت معانا، فانت هتفضي شويه بشويه. طبعا زي ما انتوا عارفين السكر، الشربات بتاع الحلويات بيكون شربات تقيل، فانت هتعملي كوبايتين سكر على كوبايه ميه على عصره ليمونه، وهتسيبهم يغلوا من 5 ل7 دقايق. هديك الشربات التقيل اللي احنا بنستعمله. طبعا زي ما انتوا شايفين انا بزود الشربات شويه بشويه. والكنافه دي انا كنت محمراها تحت الشوايه، حطيت لها شويه سمنه بساط وحمرتها تحت الشوايه. انما لو حابه تحمريها على البوتاجاز حمريها، بس هتاخد كميه سمنه كتير. فاللي انت حباه اعمليه، بس يا ريت يكون النوع السمنه كويس عشان تطلع معاكي طعمها حلو. هي كده الشويه دول يعتبروا اخدوا معايا كوبايتين السكر انا كنت عاملاه. كده خلاص قلبتها، وبتاكد ان هي خلاص اتمسكت معايا. هبدا بقى افضيها في الصينيه، اي صينيه موجوده عندك، صينيه بايركس، صينيه المونيا، صينيه تيفال، اي حاجه موجوده عندك. حتى لو ما عندك الصينيه اعملها في علبه تلاجة. ولو حابه تعملها بولات مستقله اعمليها. ده حوالي نص كيلو كنافه، او يعني نص كيلو اقل حاجه بسيطه. كده بقى هبدا اسويها، بس وانت بتسويها اضغطي عليها عشان عايزينها تطلع معانا قطعه متماسكه، عشان ما تتفرفتش معاكي لما تيجي تقدميها. طبعا انا بضغط عليها بالهراسه بتاعت البطاطس، انت ممكن تضغطي عليها بكوبايه، بصينيه اصغر من دي، اي حاجه موجوده عندك. كده خلاص احنا ضغطنا عليها وسويناها. هحطها بقى في التلاجة على ما نعمل كريمه الشوكولاته. دول كوبايتين لبن، هنزل عليهم بمعلقتين كبار نشا،
طبعا احنا مش مولعين النار لسه. وهنزل عليهم بمعلقتين كاكاو خام كبار، وده باكو نسكافيه 3 في 1 عشان يعزز معانا الطعم. وهنزل عليها ب3 معالق سكر كبار، لان طبعا احنا عندنا الكنافه زقينها عسل، فمش عايزين حاجه تكون مسكره زياده عن اللزوم. بس انت لو حابه تزودي السكر فيها زوديه. كده هنقلب الخليط على البارد، وبعد كده نولع عليه النار. كده خلاص احنا ولعنا عليه، وهنبدأ بقى نقلب لحد الخليط ما يتمسك معانا. دول معلقتين لبن بودرة، هيعززوا الطعم معاكي وهيدوله طعم كويس. كده بقى هنفضل نقلب على طول الخليط معانا لحد الخليط ما يتماسك. زي ما انتم شايفين الخليط كده بدأ يتماسك وادانا الفقاقيع دي. كده معناها ان الدقيق النشا بتاعنا استوى. هبدأ انزل عليها بمكعب زبدة، طبعا احنا طفينا النار. وهبدأ انزل عليها بشوكولاتايه، دي الشوكولاتايه العادية اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت، اللي هي الشوكولاتايه اللي بالحليب العادية اللي احنا بناكلها عادي. دي عشان تعزز برضو معاك الطعم، تعزز معاكي طعم الشوكولاتة. وطبعا معلقة الزبدة اللي احنا حطيناها هي اللي هتديك اللمعة اللي انت شايفاها دي. كده خلاص بقى هنطلع الصينية بتاعتنا من التلاجة، وهنبدأ ننزل عليها بالخليط بتاع الكريم، بتاع كريمة الشوكولاتة. كده خلاص بتبدأي تسويها، وهتحطي بقى على وشها اي كيس عشان ما تعملش معاكي قشرة، وتحطيها وبعد ما تبرد بقى تحطها في التلاجة. زي ما انتم شايفين طبقة الكنافة موجودة من تحت، وطبقة الكريمة على الوش. وطبعا كريمة الشوكولاتة اللي فضلت هي ما فضلتش، هما الاولاد كلوها، تعتبر طعمها زي طعم الدانيت اللي هو بالشوكولاتة. طبعا بقى التزويدة حسب ما انت عايزة، حابة تزوقيها ماشي، حابة تقدميها كده قدميها. طب احنا هنزوقها بطريقة بسيطة خالص. هتجيبي شوكة ومعلقة، وهتجيبي كاكاو محلى. الكاكاو ده محلى عشان لو حطيتي عليها كاكاو خام هتبقى معاكي مر. فانت هتجيبي الكاكاو المحلى اللي احنا بنشربه مع اللبن او النسكويك. كده هتبداي تغطي الوش بتاعها. طبعا ده انت بتعمليه بعد ما بردت تمام. لو انت حابه تزوقها بمكسرات باي حاجه تانية على الوش برضو اعمليه، او بشر شوكولاته، او سكر بودره، اي حاجه حابه تقدميها بيها قدميها، او حابه تقدميها الصايده خلاص من غير اي حاجه اعمليه. كده خلاص هنبدا بقى نشيل الشوكه والمعلقه، بس شيليهم بالراحه خلاص عشان ما يوقعوش مكان، عشان تطلع معاكي الرسمه مظبوطه. زي ما انتم شايفين كده ادتنا رسمه الشوكه، ودلوقتي برضو هتشوفوا رسمه المعلقه. طبعا زي ما انتم شايفين الرسمه طلعت معانا في منتهى الجمال. وكمان مش هتخيلوا طعم الكنافه كمان مع الشوكولاته. هنبدا نقطعها مع بعض عشان تشوفوها معايا وهي متماسكه. ويعتبر صنف جديد ومختلف شويه. كده انا بضغط عليها عشان اتاكد ان الكنافه اتقطعت معايا.
ودي شكلها بعد ما طلعناها من الصينيه زي ما انتوا شايفينها كده، وطعمها كان في منتهى الجمال. ويا رب تكون طريقتها بسيطه وتجربوها، ويا ريت اللي جربها يكتب لي في الكومنتات ان كانت طلعت حلوه معاه او اي حاجه. ولو عندكم اي اقتراحات تانية يا ريت تكتبوها لي ونعملها سوا مع بعض. ويا رب تكون طريقتها سهله وبسيطه وتجربوها. ويا ريت تشجعونا باللايك وبالاشتراك عشان القناه تكبر بيكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده كيكه البابل زي ما انتوا شايفينها معايا كده في العرض. هنبدا بقى ندخل على التحضير. معايا 3 بيضات وعليهم معلقه صغيره فانيليا او نص معلقه صغيره فانيليا. هنبدا نضربهم بالمضرب عشان طبعا عايزين البيض لونه معانا يفتح. انتوا ممكن تضربيه في الخلاط لحد لونه ما يفتح معاكي لو ما عندكيش المضرب. كده خلاص زي ما انتوا شايفين لحد ما ضربنا البيض لحد لونه مفتح معانا وادانا الرغوه اللي انتوا شايفينها ده. هبدا انزل عليه بربع معلقه صغيره ملح وبكوبايه سكر. طبعا انت ممكن تخليها سكر بودره، هيكون اسهل عليك. كده بقى هنبدا نضربها لحد السكر معانا ما يدوب. هننزل عليها بنص كوبايه زيت. طبعا احنا بنحط المقادير السائله مع بعضها واحده واحده، وكل اللي بنحطه بنضربه مع بعض عشان يفضل جواها هاشش وداخل فيها جواها هوا معانا. هننزل بنص كوبايه حليب بودره. كده خلاص نزلنا بنص كوبايه حليب بودره. طبعا بندوبها مع الخليط. هنا بقى هننزل بكيس بيكنج باودر. طبعا حاولي تهزيه عشان لو في اي تكتلات اي حاجه ما تزهقكيش وانت بتعملي الكيك. انا قسمت الكيس على الاتنين لان طبعا هنعمل. معلش يا حبايبي انا ما قسمتوش على الاتنين، انا قلبته على الدقيق الاول. كنت احطه على الخليط السائل، كنت نسيته، كنت احطه على الخليط السائل بس انا قلبته على الدقيق الاول. طبعا انتوا عارفين البيكنج باودر لازم يتقلب على الدقيق. دول معايا كوبايتين دقيق. هبدا انخلهم عشان ادخل جوه الكيك الهواء. هنبدا بقى نقلب الدقيق مع السوائل. طبعا بنقلب في اتجاه واحد عشان ما نطلعش الهواء. زي ما انتم شايفين احنا بنلم مش بنعجن، عشان انت لو عجنتيها هتعمل معاكي عرق. احنا بنلمها بس. كده حسيت ان هي محتاجه معلقتين دقيق، نزلت عليها بمعلقتين دقيق. كده خلاص بعد العجينه ما لمت معانا. طبعا هي كانت بتلزق في ايد التانية عشان ايد التانية متعصر عجين، انما الايد النظيفه زي ما انتم شايفينها هي طريه معايا وما بتلزقش. هبدا بقى اقسم الخليط على اتنين عشان طبعا هنعملها واحده فانيليا وواحده شوكولاته. طبعا اخدت قطعه هبدا انزل عليها معلقتين كاكاو خام. طبعا لون الغمقان ده حسب ذوقك، حباها فاتحه شويه حباها غامقه عن كده هتزودي الكاكاو. كده خلاص بعد ما لمينا العجين ولقيتها ناشفه معاكي وانت بتعملي الكاكاو زودي معلقه زيت.
اعجني بها الكاكاو وبعد كده قلبيها على العجينه. كده خلاص معانا الفانيليا ومعانا الشوكولاته. هنبدا بقى نشكل. طبعا هنعملها كويرات قد الليمونه او يمكن اقل شويه من الليمونه كمان زي ما انتم شايفين معايا. طبعا احنا هنشكل الفانيليا الاول وبعد كده هنعمل الكاكاو زي ما انتم شايفينها كده. هنبدأ نشتغل لحد ما نخلص الكمية كلها. زي ما انتم شايفين كده خلصت الكمية الفانيليا وكده خلصت كمية الشوكولاتة. هنبدأ بقى نجيب الصينية اللي هنخبز فيها. هندهنها مادة دهنية وهنبطنها بالدقيق. طبعا انا كنت هعملها في الصينية القلب دي بس بعد ما رصيتها حسيت ان الكمية صغيرة عليها، فهحطها في الصينية الدايرة اللي هي تعتبر اصغر من ده شوية. هتشوفوها معايا دلوقتي بعد ما تطلع. زي ما انتم شايفين كده بعد ما خلاص رصيتها. طبعا انت ما بتسيبيش فراغات كتيرة بينها، فراغات بسيطة بس عشان هي مش هتخمر جامد معانا. وما بتخمرش، انت بتخلصيها وتكوني مولعه الفرن وانت بتشكليها عشان تدخل على فرن نار متوسطه. طبعا دخلناها على نار متوسطه في الرف اللي في النص. طبعا انا حاطه تحت منها صاج لان طبعا عارفين الصواني دي بتبقى خفيفه شويه. ودي شكلها بعد ما طلعت معانا اخدت اللون الذهبي معانا. انت لو حابه تطلعيها فاتحه عن كده طلعيها، بس انا بحب اللون الذهبي ده. واي صوص شوكولاته بقى موجوده عندك وحابه تزوقيها بيه، صوص شوكولاته صوص كراميل اي صوص انت بتفضليه. وهي تعتبر في الاخر بقى تعتبر كيكه على بوتوفور، انت مش عارفه ايه هي بالظبط، بس هي طعمها جميل وطريقه مختلفه عن الكيكه اللي احنا بنعملها العاديه بتاعت كل يوم. زي ما انتم شايفين انا بقطع لكم منها قطعه عشان تشوفوها معايا. زي ما انتم شايفينها طالعه هشه معانا. طبعا لما في فراغات كده تعرفوا ان الكيك طالع معانا مظبوط وهاشش. انا بوريها لكم من جوه كمان. طلع معانا تحفه ما شاء الله. ولو جربتيها مش هتبطلي تعمليها وهيطلبوها منك على طول. ويا رب تكون الطريقه سهله وبسيطه.